السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي ومتابعين قناة مطبخ شوق. عملنا كتير ريفيوهات مع بعض، وعملنا كمان وصفات اكتر مع بعض في قناة مطبخ شوق. بنقدم ريفيوهات ووصفات طبخ جميلة جدا هتعجبكم وتنول رضاكم ان شاء الله. النهاردة بناء على طلب متابعين قناة مطبخ شوق عملت لكم ريفيو عن الافران البلدي العادية. ملكوش حجة اهي، الافران اللي انتوا طلبتوها مني جبتها لكم بكل احجامها، وكمان هقول لكم في اخر الفيديو اسعار الافران العاديه دي كام. تعالوا الاول نتفرج كده على الافران. شايفين اهي دي حجمها كده من جوه، بتبقى ما شاء الله حلوه جدا في الخبيز والمعجنات والعيش والحاجات دي كلها اللي احنا بنستغناش عنها. ست البيت الشاطره اللي سالتني عنها والناس اللي سالوني عليها، انا نزلت صورت لكم مخصوص من وسط البلد، وده طبعا من اجل عيون كل متابعين قناه مطبخ شوق وكل الحبايبي اللي طلبوا مني الريفيو دوت. انا عملت لكم مخصوص، ولسه كمان لما تشوفوا الاسعار بتاعته هتعجبكم جدا بكل الاحجام بتاعته. مش انتوا بس اللي انتوا تقدروا تشاهدوا الريفيو دوت، لو اي حد عنده اي ريفيو عايز يشوفه او اي حاجه عايز يتعرف عليها او يعرف سعرها كام اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله اصورها مخصوص من اجل عيونكم انتم. تمام، دي الاحجام بقى بتاعه الفران البلدي زي ما انتم شايفين، مصنع المحلاوي. وتعالوا نقرأ للتنبيهات الموجودة معانا على الفرن. تفريغ الغاز المتبقي في المواسير بعد غلق الأنبوبة للتأكد من سلامة المواسير النحاسية قبل الاستخدام. ترك باب الفرن مفتوح قليلا عند الاستخدام. تداول الجهاز بين الأشخاص بعناية. الرجوع المختص عند وجود أي عطل، ووضع الجهاز في مكان جيد التهوية. غلق الأنبوبة بعد الاستخدام، وعدم قلب الأنبوبة مطلقا، وعدم استخدام منظم. دي التعليمات المكتوبة على الفرن من بره، لازم ان احنا نمشي عليها ونتبعها من اجل سلامتنا كلنا. طيب ده مصنع المحلاوي منزل طبعا زي ما انتم شايفين 3 احجام من الفرن. ده الفرن اهو، تمام، ده تقريبا ده الحجم الوسط، تمام، واللي تحتيه الحجم الكبير، ولسه كمان هوريكم نوع تاني ليه 3 احجام. طيب ده مصنع المحلاوي لافران الخبز. طبعا دي الافران اللي احنا بنخبز فيها العيش البلدي الجميل اللي احنا ما بنشوفوش في اي حته غير بس في المناطق اللي هي الريفيه، ولكن في ناس كتير قوي ما بتستغناش عنه. وزي ما انتم شايفين انا بفتح معاكم اهو الابواب بتاعته. ده الباب بتاعه، شايفين ده الحجم بتاعه من جوه. انا قلت اوريكم برضو الحجم من جوه، تمام. وطبعا بيبقى فيه كده يد من جوه مفكوكه، اللي هي بتاعه المقبض بتاعه الباب، بتبقى مفكوكه ولكن موجوده جوه في الفرن. ولما بتيجي تستلميه بتلاقي جواه المقابض بتاعته. بتروحي ان شاء الله بالسلامه، بتبداي ان انتي تربطيها وتبقى اليد بتاعه الباب، تمام. طبعا انا قلت لكم ده النوع اللي هو اللون الاحمر دوت، وفي النوع اللي هو اللون البنفسجي ده لون تاني، تمام. ده الصغير. الصغير دوت عامل 850، تمام. اهو مصنع المحلاوي ستار لافران الخبز وافران الخبيز طبعا. وده الحجم الوسط، ده النوع بقى اللي هو التاني. الصغير عامل 850، والكبير عامل 1000، والوسط عامل حوالي 1200، والكبير خالص عامل 1400. يعني حوالي رينج 200 جنيه فرق بين كل حجم والتاني، تمام. طبعا انت تقدري بقى تشوفي الحجم اللي يناسبك واللي انت بتستخدميه. ده الحجم الكبير خالص اللي هو من تحت، وتبداي ان انت تشتريه حسب ما بتحتاجيه. يبقى الحجم الصغير والوسط والاكبر منه، وبعد كده الكبير خالص، ده ماشي. النوع دوت فيه منه 4 احجام زي ما قلت لكم. بيبقى فرق حوالي رينج 200 جنيه بين كل حجم والتاني، 800، 1000، 1200، 1400. انا سألته على الاسعار برضو عشان يبقى للمعرفة بس، ولكن برضو انا حابة اقول لكم ان الاسعار للاسف دلوقتي في مصر بقت متغيرة. يعني انا ممكن اقول لكم الاسعار ولكن تروحوا تلاقوها بسعر تاني، فلازم برضو للمصداقية اعرفكم للامانة. وده كان كل حاجة النهاردة انا حبيت اعرفها لكم عن افران الخبيز وفران الخبيز ديت. تمام. زي ما قلت لكم هي موجودة في وسط البلد، متوفرة يعني عند كذا محل، وقلت لكم الاسعار بتاعتها. طبعا احنا ما بنستغناش عنها خالص في خبيز العيش. انا كده اكون وفيت بوعدي لكل متابعيني اللي طلبوا مني الريفيو دوت. لو عندكم اي حاجة عايزين تسألوا عنها اكتبوا لي في تعليق اسفل الفيديو، ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اوفي، واقدر ان انا اعمل لكم كل الريفيوهات اللي انتوا بتتمنوها وكل حاجه بتسالوا عليها باذن الله. لو عجبكم الريفيو واستفدتوا ما تنسوش تشتركوا في قناه مطبخ شوق وتفعلوا الجرس على الكل، تضغطوا لايك. بحبكم، مع السلامه.